كانت موجودة للفريقين، لكن نتمنى إن شاء الله الشوط الثاني أفضل من هذا الشوط وأن يكون شوط مميزا. والتسديدة يأتي الهدف الثاني. ومين يأتي؟ وراول كانديا غاضب. أبو علام يتخصص بالعربي ويتخصص للعربي في المرمى الاتحادي في هذه المواجهة، ويسجل الهدف ويحرز الهدف ويريح كثيرا بوسكوليتشي مع دهشة من جماهير الاتحاد، وأنا مندهش كذلك بكل تأكيد. لكن الهدف أتى عن طريق اللاعب علام، وأتى الهدف ويبدو أن الصافرة قادمة على نهاية شوط أول. النهاية كانت بهذه الطريقة. أبو علام سجل الهدف وأحرز الهدف مع غضب لهذا الرجل الأسباني راؤول كانديا. ماذا يقول وماذا يفكر وماذا يحكي؟